الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس 14 من دروس الرسالة، شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. السجن كمل من قوله في متنه: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ذا شوف غاديني الشهداء في كاسنا ربي مقام عليهم ماشي داني سهلا يون أذيفك أين غلاين في الدونيثيس ذا الروح ولاش اللوزين يدي الصنعان الروح كل يوم دينا غير سايفنا الروح. ضغط بالمناسبة أدنين هي يتمثل دا سمكتي سوتو تقول نفذو يستيلو خسار ذا القرآن لاكسيدات في مغريوين في فغال العقل إلا قم كل يوم ذير ذي الباليس باللي كل مذاني لحون يسعى يوثنا الروح نسعى في حونا لي بياس ديتاشي فين رزن تداغض ولكن ولاش تحانوت نغولاش اللوزين يدي الصنعان الأرواح صافي لقد يرذي الباليس ماشي كان لو كود لاروت وكي اوبليجي قانون المرور، ولكن إذا قانون الشريعة إغدينان ذي القرآن: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الروح غلايث عزيزة كل يوم يسعى يثنى الروح. ذاك يهضر ربي سبحانه في الشهداء في كانين غلاين للروح. لذلك هذه الآية يعني هذا المتن المبارك متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني مؤصل، يعني يحتوي على آلاف المسائل كما ذكرنا في الحلقة الأولى، وهذه المسائل مؤصلة لها أصول تعود إلى الكتاب القرآن الكريم أو إلى السنة النبوية أو إليهما فضلا عما ورثه الصحابة عليهم الرضوان من أقوال ومن آثار. لذلك الآية أولا قدينا يشد إلى قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن وأن الشهداء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية رجال ربي السيسن ناعمة إلى يوم يبعثون، بمعنى يغد في أرواح أهل السعادة زرم لن السعادة لن الأشقياء. هذا ما كان لا السعادة إلا الشقاء ما الدنيث ورزميرا يناديني إلى قدير السعيد 100%. لا، خطر سعادة الدنيا لها منغصات لها مثبطات، يعني أكني فغوي إلا بنادم ذي الدونيث إلا ذا شوي يسلوغنو ليس ذا شوي يسلوغنا اللاغيس ذا شوي يسلوغن ثوثرثيس وذا السعادة الدونيث نكملها خاطر كل يوم يتخمم باللي يد يسيون واسر يجي كلش أين نكسب إما غثنج لا غيج. صافي الدنيا فيها ابتلاءات كما قال ربنا في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء من خصائص الدنيا، مع انت رب باغي يجرب سوينك بغا ماشي سوينين بغا، وغي يجرب من الميك بغا ماشي من المين بغا، وغي يجرب أكنيك بغا ماشي أكنين بغا. 3 قواعد مهمة جدا لابد أن تفهم، بمعنى أن الله عز وجل يجربنا بما يشاء متى شاء وكيف ما شاء. وقد قال في سورة البقرة في الآية 155: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. في الآية 156 يناد: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أهل السعادة
الأرواح السن باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. ما رانا نطل بنادم ما يجعل ربي من أهل السعادة. أزكيس هذ يغال سيد بحيرث سيد بحاير من الجنة وما ذوايض غينجا ربي ينجي المؤمنين من أهل الشقاء. لذلك وقاذ يموثن الأرواح السن يعني أرواح أهل السعادة باقية ناعمة عاش ذي الهنا ذي تلويث ذي الخير ذي السعادة إلى يوم القيامة. ويوم القيامة مقريث مثلا إذعاذ وقاذ يموثن السن القرون مازال رجل يوم القيامة مازال يبيض وقاذ يموثن 10 القرون الذفير تراجون وقاذ يموثن 50 سنة غير الذفير أم كل يوم دين غادي يمشي مولانيس وغادي يمشي لجدوديس وغي مولانيس وغراويس وكذاك يموثنا تراجون راجوا مقران نكوني ونزميرا غير راجو ذي الدنيث وتشمض لا صداتون تستقلقض من الميذ نوفايش 4 ساعة كيف العقل غير فغ العقل أمشي إنسان الكوراج أن نرجو قرون ألا مثل غير الدنيث إلى يوم القيامة. ولكن ربي قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه وكل آت قريب كما يقال. أهل السعادة لا يشعرون بطول الانتظار خاطرهم في نعيم أرواحهم في نعيم. ولكن يجعل ربي السيس إن شاء الله وأرواح أهل الجنة الشقاوة أرواح يعني حركة إعرابية خاطر تبدا وأن الشهداء تكمل نفس السياق وأرواح أهل الشقاوة غيجعل ربي في اللسن معذبة إلى يوم الدين خاطر أزكى إما تسيد حير سيد بحاير من الجنة نغتسرف سيد سرفين جهنم وقال سيعذبون. والعذاب ني عذاب لا يوصف مهما كان عذاب الدنيا لا يمكن أن يقارن بعذاب الآخرة. وأول منازل الآخرة القبر. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدفن يعني يدفن أي ميت يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والسلام عليكم ورحمة الله.